السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة كده حلويات، حاجة كده ما بين صوابع زينب وبين بلح الشام. طعمها حلو، سهلة وسريعة جدا، مكوناتها ابسط مما تتخيلوا. محتاجة كوباية من اللبن، ومحتاجة معلقة من الزبدة او معلقتين من الزبدة وفانيليا. بس كده على النار هيغلوا. هطفي النار وهزود هزود كوبايه من الدقيق، يبقى كوبايه لبن، كوبايه دقيق، معلقتين زبده، ورشه الفانيليا. هقلب بقى الدقيق كده زي ما احنا شايفين. طبعا اللبن كان بيغلي، فانا مش هتحمل ان انا اقلب بايدي، فهنقلب بالسباتولا كده لحد ما الدقيق يختفي وتكون معانا عجينه. لو احتاجت معاكي لبن زودي لها عادي، مفيش مشكله خالص، لبن بارد عادي مش اي مشكله. وبكده بقى اتشكلت معانا عجينة زي ما احنا شايفين، ناعمة وطرية وحلوة جدا، ملمسها ناعم جدا. اقدر ان انا اشكلها بكل سهولة، ما تشققش مني، ما تقطعش، ناعمة زي ما احنا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اشكلها كرات كده صغيرة، وعلى ايدي كده هفردها كده على كفة ايدي زي ما احنا شايفين. وبعد كده هفردها بقى على المصفى بقى اللي احنا بنطلع بيها البطاطس دي. هتاخد بقى الشكل اللي زي ما احنا شايفين. انا هفردها بالراحة، وهبتدي ان انا الفها رول كده بالراحة، هتديني الشكل الخطوط دي، التمويجة بتاعت المصفى، شكلها حلو جدا. هعمل كده طبعا لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. وزي ما احنا شايفين انا عملت لكم اكتر من حاجة عشان تشوفوها. بفردها على ايدي، وبعدين بفردها على مصفة البطاطس دي، وبلفها بالراحة كده. هتاخد معايا الشكل زي ما احنا شايفين بقى، خدت الشكل ازاي. هبتدي بقى ان انا اقفل الطروف بتاعتها علشان ما تفتحش مني في الزيت، تفضل مقفولة ومحافظة على شكلها. بعد بقى ما هخلص الكمية بتاعتي كلها، طبعا انا بغطي العجينة بتاعتي بسترتش او كيس او حاجة، بحيث ان هي ما تنشفش على ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. الموضوع سهل وسريع، مش هياخد منك وقت خالص، وزي ما احنا شايفين مكونات سهلة جدا. يعني تقدري تعملي حاجة حلوة بأبسط مكونات وبكمان أقل مجهود. في 5 دقايق هتكوني عاملة حلويات كده طعمها حلو. ده بقى شكلها كده النهائي بعد ما اخدت الخطوط بتاعه المصفى زي ما احنا شايفين، وشكلها بقى عامل ازاي. ممكن تعمليها على مصفى اللي هي السلك المخرمة دواير دي، برضو عادي بتاخد شكل زي صوابع زينب. براحتك، الشكل اللي تحبيه مفيش مشكلة. اهم حاجة زي ما قلنا ان احنا نقفل الطروف بتاعتها كويس عشان ما تفتحش مني في الزيت. زي ما احنا شايفين بقى كده، لما نزلناها في الزيت محافظة على شكلها، محافظة على قوامها، محافظة ان هي ما اتفتحتش، ومفيش ولا واحدة الحمد لله اتفتحت. زي ما احنا شايفين، وده شكلها بقى النهائي كده بعد ما خدت لون ذهبي كده محمر. هنزل بقى بشربات، الشربات المتوفر عندك، يعني عندك شربات تقيل، عندك شربات خفيف، عندك عسل، براحتك. دي حاجات ممكن تعمليها بصوص كراميل، بصوص شوكولاتة، برضو التحلية ترجع لك، ما فيش اي مشكله خالص. حتى لو ما عندكيش الحاجات دي، ممكن لو بسكر مطحون وترشيه عليه براحتك خالص. انا كان عندي عسل اصلا جاهز، شربات جاهز في التلاجة، فحطيت منه. زي ما قلنا خفيف او تقيل مش هتفرق في النهايه، هو نفس الطعم، هتديكي طعم حلو قوي. شايفينها بقى ماسكه نفسها ازاي، وعاوزه اقول لكم انها مقرمشه جدا وهشه، مع ان احنا ما حطيناش بيكنج باودر ولا نشا ولا حاجه، بس مقرمشه وهشه وطعمها حلو قوي. وكمان قلبها طري، قلبها مش معجن، يعني قلبها خفيف. هتشوفوها دلوقتي. هفتح لكم واحده، شايفين بقى ماسكه نفسها وجامده ازاي، مقرمشه قوي. هفتح لكم دلوقتي واحده وهتشوفوا قلبها عامل ازاي. قلبها هش جدا، اهي شايفين مفرغه وهشه، مش عجين خالص. وشايفين بقى اهو بتعمل ازاي، تحفه. اتمنى تجربوها، ولو عجبتكم ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، واستناكم فيديو جديد من اكلة ماما. سلام.